انا لما سمعت القصه اللي هحكيها لك دلوقتي دي انا كنت هتجنن. ازاي الراجل اللي قدامك ده كانت الجن بتترعب منه، سواء الجن المسلم او الكافر، وكمان بيسمعوا كلامه بالحرف، مجرد ذكر اسمه قدامهم كده كانوا بيترعبوا حرفيا. اللي قدامك في الصوره ده ابن الباز، شيخ معروف في العالم كله. في سنه 1960 ميلاديه حصلت قصه غريبه قوي في السعوديه، في قريه بسيطه وصغيره، الساعه 1 تقريبا في نص الليل. القريه كلها صحيت على صراخ بنت اسمها زينب بتصرخ بطريقه مش طبيعيه وبصوت عالي جدا وبتقول كلام مش مفهوم. اهل القريه كلهم صحيوا وخرجوا من بيوتهم وراحوا لمصدر الصوت ده علشان يشوفوا في ايه. المهم زينب كانت بتصوت زي ما قلت لك بطريقه مش طبيعيه، والبنت ما كانتش بتقول حاجه غير كلمه واحده بس: خرجوه من هنا، ابعدوا عني. والصوت اللي كانت بتتكلم بيه ما كانش صوت زينب، كان صوت غليظ جدا وتخين، صوت مرعب. ساعتها اهل القريه عرفوا ان الموضوع ده مش طبيعي وان الموضوع ده في جن، فطلعوا بسرعه على شيخ القريه وكان اسمه الشيخ عبد الله، وحكوا له على اللي حصل بالظبط مع زينب. فالشيخ خرج معاهم بسرعه وراحوا على بيت زينب. فالشيخ عبد الله فتح الباب ودخل على زينب ولقاها قاعده في ركن في الاوضه وخايفه ومرعوبه وعماله تصوت وتقول: خرجوه من هنا بسرعه، ابعدوا عني. ساعتها الشيخ عبد الله دخل وقال: السلام عليكم، انت مين بقى؟ وهل انت مسلم ولا كافر؟ ردت عليه زينب او الجن اللي على زينب، قال له: مالكش دعوه باسمي، وقال له: انا كافر، وقال له كمان: خلي بالك يا شيخ عبد الله، انت مش هتقدر تعمل معايا حاجه، وجودك زي عدمك. فالشيخ عبد الله ضحك وقال له: امال انت خايف كده ليه؟ وعمال تصوت ومرعوب وصحيت الناس كلها، طالما انت جامد كده خايف كده ليه؟ ساعتها شاورت زينب او الجن اللي على زينب على ركن في الاوضه وهي بتقول بصوت مرعب: طلعوا يا شيخ عبد الله، ابعدوا عني، ابعدوا عني يا شيخ عبد الله. فالشيخ عبد الله استغرب وقال له: ابعد مين؟ انا مش فاهم حاجه. ساعتها شاور الجن على نفس المكان وقال له: روح يا شيخ عبد الله هناك، هتلاقيه هناك، شيله وطلعه بره، ابعدوا عني. وساعتها قام الشيخ عبد الله وراح للركن ده علشان يشوف في ايه هناك. وكانت الصدمه، الشيخ عبد الله لقى كتاب في الركن ده وكان مؤلف الكتاب ده الشيخ ابن الباز. فالشيخ عبد الله اخذ الكتاب وقال للجن اللي على زينب: انت خايف من الكتاب ده ولا ايه؟ رد عليه الجن وقال له: خايف منه وخايف من المؤلف بتاعه كمان ابن الباز. قام الشيخ عبد الله بص له وقال له: بقول لك ايه، انت لو ما خرجتش دلوقتي من زينب انا هوديك للشيخ ابن الباز بنفسه علشان هو اللي يخرجك. الجن اول ما سمع الجمله دي صرخ وقال: ارجوك لا، وخرج من زينب على طول في ساعتها، وده من كتر خوفه من اسم الشيخ ابن الباز بس. فمين ابن الباز ده اصلا؟ وكان بيعمل ايه بيخلي الجن خايف منه قوي كده؟ ايه قصته بالظبط الراجل ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي وفانزات في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. معاك اخوك احمد شوقي، صاحب ومؤسس هذه القناة. فيديو النهارده مختلف شوية عن محتوى القناة، ولكن قصة جميلة جدا عن ابن الباز. والشيخ ابن الباز ده يا جماعة زي ما هحكي لكم كمان شوية حاجة كبيرة قوي، كان لازم اعمل الفيديو ده واحكي عنه ولو حاجة بسيطة. فلو عجبكم الفيديو اهم حاجة ما تنساش تضغطوا لايك وعرفونا رأيكم تحت في الكومنتات في مواضيع الفيديوهات دي، هل هي حلوة نكمل فيها ولا مش حلوة؟ ومن غير كلام كتير يلا بينا نخش في موضوع حلقتنا. الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن الباز اتولد في سنة 1909 في الرياض في السعودية. لما الشيخ كان عنده 9 سنين اتصاب بمرض في عينه وده ادى لفقدان بصره تماما، ولكن فقدان بصره ده ما خلاهوش يوقف طلب العلم، بالعكس ده زاده عزيمة واصرار في حفظ القرآن الكريم وطلب العلم الشرعي. الشيخ رحمة الله عليه كان بيقول ان فقدان البصر لم يمنعه من طلب العلم، ولكن كان فقدان بصره ده من اسباب ترك الانشغال بالدنيا. سبحان الله يا اخي، سبحان الله. الشيخ كان ذكي جدا في دراسته ومتفوق، قعد يترقى في المناصب لحد ما بقى نائب رئيس الجامعه الاسلاميه، وبعدها بقى المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه، وكمان بقى رئيسا لهيئه كبار العلماء. الغريب في قصه الشيخ ابن الباز انه كان بيدرس للجن، والله العظيم زي ما بقول لك كده ما تستغربش، كان بيقعد قدامه الجن يتعلم منه ويدرس على ايده. والقصه اللي هحكيها لك دلوقتي دي حقيقيه 100%، ولو مش مصدقني اسمع كده. لما استحضر الجني قال: هذا الرجل لو سمعنا اسمه حنا نحترق. درس الانس والجن. هو صحيح الشيخ ابن الباز كان كفيف زي ما قلنا، فكان معاه سواق خاص ليه بيتحرك معاه في كل الاماكن ما بيسيبوش خالص، وكان اسمه الشيخ محمد. فمره الشيخ ابن الباز كان رايح الجامعه علشان يدي محاضره لطلابه، فبعد ما وصلوا الجامعه مسك بايده الشيخ محمد وطلعه للمكتب بتاعه، وفجاه يجي شاب من اللي بيدرسوا تحت ايد الشيخ ابن الباز جاي بيجري وبيقول: فين الشيخ ابن الباز؟ فين الشيخ ابن الباز؟ عاوزه في حاجه ضروريه بسرعه. الولد من صوته تحس ان مرعوب، تحس ان في حد بيجري وراه. ساعتها الشيخ
الشيخ هداه وقعده وقال له مالك يا ابني في ايه؟ بدأ الشاب ده يحكي للشيخ ويقول له انا يا شيخ طالب في الجامعه الاسلاميه وساكن في سكن الطلاب هنا واخد اوضه لوحدي، وفي يوم من الايام سمعت الباب بيخبط الساعه 2 بالليل تقريبا، فقمت فتحت الباب، واول ما فتحت لقيت قدامي شاب اسود البشره وبيقول لي ممكن اقعد معاك في الاوضه اليومين دول؟ اصل الاوضه بتاعتي بيعملوا فيها تجديدات وصيانه ومش هعرف انام فيها. ساعتها يا شيخ انا قلت له عادي اقعد معايا مفيش مشكله، وتمر الايام يا شيخ وبقينا انا وهو اصحاب، لحد امبارح يا شيخ حصلت حاجه غريبه قوي. صلينا العشاء في الجامع تحت وطلعنا الاوضه علشان ننام، فدخلت انا الاوضه الاول وهو دخل بعدي، بس هو نسي يقفل الباب وراه، فوانا نايم على السرير وهستعد للنوم لاحظت ان باب الاوضه مفتوح، فقلت له قوم اقفل باب الاوضه بقى اصل حد يخش علينا بالليل واحنا نايمين. وهنا تحصل حاجه يا عم الشيخ طيرت النوم من عيني وخلتني مطبق طول الليل مش عارف انام، لحد ما جيت لك دلوقتي. صديقي الافريقي ده مد ايده وطولت لحد ما وصلت الباب وقفله وهو قاعد على السرير. انا شفت المنظر ده يا عم الشيخ انصدمت، مكنتش مصدق نفسي، مكنتش عارف اتلمع على اعصابي لحد ما جيت لك دلوقتي. الشيخ ابن الباز على طول اول ما سمع الكلام ده قال له هات لي صاحبك ده فورا، وفعلا جه الشاب الافريقي ده ودخل على الشيخ ابن الباز مكتبه، فالشيخ ابن الباز قال له استحلفك بالله انت انس ولا جن؟ رد عليه الشاب الافريقي وقال له انا جن، وجيت هنا مخصوص علشان اتعلم تحت ايدك وانقل العلم لعشيرتي واهلي، وانا مش غرضي اذي اي حد او اعمل اي مشاكل، انا عاوز اتعلم بس. رد عليه الشيخ ابن الباز وقال له مفيش اي مشاكل، اتعلم ولكن ما تلفتش الانتباه ليه، ما تعملش اي حاجه خارقه للطبيعه علشان الطلاب ما تخافش منك. قال له خلاص ماشي يا شيخ. القصه دي اللي حكاها السواق الشخصي للشيخ ابن الباز، فانت متخيل ان الراجل ده كان علمه واصل لفين؟ حتى الجن المسلم كان بيتعلم منه، والجن الكافر كان بيترعب بس من اسمه. انا عارف ان في ناس هتطلع تكذب القصه دي وتقول مستحيل، ازاي الجن هيحضر دروس مع البشر؟ طب اسمع الكلام ده كده. ويأتون يحضرون الدروس وهذا أمر طبيعي جدا، يعني كما أنت يعني تحضر الدرس الآن جئت هنا، كذلك في جن أيضا حريصون على الخير يحضرون الدروس، هذا بشكل عام على الجميع. أظن ما فيش كلام أقدر أقوله بعد كلام الناس دي. الشيخ ابن الباز مات وهو عمره 89 سنة، اتصلى عليه في المسجد الحرام في مكة وصلى عليه ملايين وبكى عليه كبار العلماء، ومن أشهر طلابه الشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان، والشيخ الألباني كان بيقول على الشيخ ابن الباز ما رأيت أحدا يعمل بعلمه مثل الشيخ ابن الباز، ربنا يرحمه ويحسن إليه. كان لازم أعمل الفيديو ده وأعرف الشباب الصغير اللي لسه طالع مش شايف قدامه غير الممثلين والمغنيين والفنانين، كان لازم أعرفهم فضل وقيمة العلم، كان لازم أعرفهم بشخصية هزت عالم الإنس والجن بسبب قربهم من ربنا سبحانه وتعالى، زي الشيخ ابن الباز اللي اتكلمنا عليه دلوقتي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل مني هذا العمل إن كان صالحا، وأن يجعله في ميزان حسناتي وحسنات كل من ساهم في نشره. وبس كده يا صديقي المتابع، لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك، بالله عليك يا أخي اضغط لايك علشان الفيديو ينتشر يا أخي ونفسيتي كده تبقى حلوة وأعمل فيديوهات أكتر. ولو عجبتك القناة ككل ما تنساش تشترك فيها بجد والله العظيم. إن شاء الله لما نوصل مليون كده هنعمل احتفالات ونوزع هدايا وهنعمل حاجات جميلة، بس البداية صعبة شوية يعني خلاص، بس يعني ربك بيعين إن شاء الله خير وأنا متفائل. وكده خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سلام.